كل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم. رمضان بيجي دايما بكرمه، بيجمع كل الحبايب وكل الأهل. تعالوا بقى نشوف مع بعض عملنا ايه في عزومة رمضان النهاردة. طبعا عزومات رمضان ما ينفعش تخلى من المحاشي والجلاش باللحمة المفرومة. تعالوا بقى نشوف احنا عملنا كل الكلام ده ازاي، وبخلطات من ايد اهالينا اللي بجد ما تتعوضش. الخلطة الأساسية، اول حاجه بنحطها بعد ما بنسبك التسبيكه بتاعه الطماطم والبصل، بنحط كمون وفلفل اسمر وقرفه ونعناع. في ناس ما بتحطش النعناع يا جماعه، بس انا عايزه اقول لكم بجد، لما تيجي تحطي شويه نعناع في الخلطه بجد بتوديها في حته تانية خالص. الخلطات المحشي مش محتاجه يعني تفاصيل كتير. انا بشوف ناس بتطلب تشتري بهارات من العطار، تقول له انا عايزه بهارات محشي. صدقيني البهارات اللي في بيتك افضل كتير من البهارات الجاهزه. هو كمون، فلفل اسمر، شويه كزبره، شويه نعناع، نص معلقه قرفه. كل الكلام ده بيظبط الخلطه جدا جدا جدا. هقول لكم برضو على سر تاني. بعد ما بتخلصي الخلطه بتروحي حاطه فيها بصلايه نيه، تمام، متقطعه قطع صغير، متبله بفلفل اسمر، برضو بتودي الخلطه في حته تانية خالص. طبعا لفينا حله الكرنب كلها، بعد ذر حله ورق العنب خلصناها. اصعب حاجه لازم تخلص الاول، معروفه. هنخش بقى ايه، نخلص الجلاش اللي بيحبوه الكبير والصغير. بصراحه لازم يبقى موجود في سفره رمضان. عايزه اقول لكم برضو على حاجه تحطوها في تعصيجه اللحمه وانتوا بتعملوها، بتفرق برضو في الطعم جدا وانا جربتها. حطي في تعصيجة اللحمة ورق لورا وحبهان، تمام، وبرضو رشة قرفة صغير. البهارات دي بتفرق جدا جدا في طعم اللحمة بصراحة، يعني جربوها ومش هتندموا. وبالنسبة لورق اللورا، لما تخلصوا التعصيجة على النار يبقى طلعيه كده بايديكي، علشان ايه ما يبقاش موجود في الحشوة بتاعت اللحمة المفرومة. زي ما انتوا شايفين اهو ورق اللورا هنشيله بقى قبل ما نحطه في في صينية الجلاش. دهنا كده كل صينية بنورقها طبعا، ورقة ورقة بشوية زبدة عليها شوية زيت ذرة علشان تبقى خفيفة شوية، تمام. وقبل ما ندخلها الفرن هنقطعها كلها، يعني هنقطع الصينية كلها بالطول وبالعرض، وهنضرب بيضاية على شوية لبن وشوية بيكنج باودر، وهنقلبهم كويس قوي قوي، وهنحطهم على صينية الجلاش. بتبقى هشة جدا وبتديها طراوة بجد، بتفرق جدا جدا في الطعم. وفي حاجة كمان، في ناس بتدخل الصينية الأول الفرن وبتروح عاملة الخلطة دي وترشها عليها. لا، أنا بقولك بجد مش هتندمي، ورشيها في الأول قبل ما تدخلي الصينية الفرن أصلا. هتفرق جدا جدا. زي ما انتوا شايفين طالعه بجد ما شاء الله حلوه جدا جدا وطريه قوي. هنمسك بقى البطايه الحلوه بتاعتنا دي، هنديها دش كده قبل ما نحطها على النار. كنا نقعنا في محلول ملح فيه ليمون وملح وسكر، سايبينها ساعتين. بعد كده ايه، بعد ما غسلناها كويس قوي هنسلقها بقى. واحنا بنسلقها قطعي، هاتي برتقانية كده وقطعيها وحطيها في المية بتاعة السلق، بتفرق جدا جدا في الطعم وبتمنع اي ريحة. يعني في ناس ما بتحبش تاكل البط، بتقولك لا بحس ان يبقى فيه ريحة، لا بيبقى طعمه حلو جدا ومسكر جدا، بجد بتفرق جدا جدا. وورق لورا طبعا وحبهان وكل الكلام بتاعنا ده. هنسقي بقى حلة الكرنب بعد برضو ما لفيناها. احنا عملنا خلطة تكفي الورق عنب والكرنب والبتنجان وكل الكلام ده، تمام. سقينا طبعا المحشي الكرنب. خلاص بقى ايه، المغرب هيأذن ولازم ننزل بالفطار دلوقتي. هننزل بقى بالمحشي معانا زي ما انتوا شايفين. محشي الكرنب ده لازم يتاكل وهو بيطلع دخان. مين بقى موافقني في الرأي ده، ان الكرنب بالذات لازم يتاكل وهو بيطلع دخان كده في بقك؟ بصراحة ما يتسابش يبرد 3 دقايق حتى بصراحة.
خلصنا طبعا سفرة رمضان، ربنا يديمها علينا يا رب دايما، ويديكوا الصحة وطولة العمر يا رب، ويجمعكوا دايما بحبايبكم وبأهلكم وبأولادكم، ويجعلكوا دايما يا رب مبسوطين دايما يا رب العالمين. كل سنة وانتم طيبين. بعتذر ليكم على صوتي، انا كنت تعبانة جدا جدا الفترة اللي فاتت دي، عشان كده ما كنتش عارفة انزل فيديوهات. كنت واخدة دور صعب جدا جدا، يا رب ما يوريه ابدا لحد. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم، ودايما يا رب مجمعنا على خير.